وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. الصراحة أنا لما ببص في حالتي بشوف إن مفيش أي داعي لأي إحباط أو لأي يأس يصيب أي شاب سواء داخل الحزب أو خارج الحزب، لأن في بداية إنشاء الحزب كان عمري ساعتها 31-32 سنة، ودخلت في الحزب مباشرة وشاركنا مع إخواننا في إنشاء الدوائر، هيكلة الدوائر، شاركنا في إنشاء بعض اللجان المهنية الفرعية في محافظة اسكندرية، وكان بفضل الله في نتائج ممتازة بتحصل على أرض الواقع. وجدت من قيادات الحزب كل ترحيب بالشباب الصغير اللي ممكن يشارك، ما كانش فيه أبدا أي إبعاد لأي كفاءة مهما كانت سنها صغير أو كبير، بالعكس كان في ترحيب أكتر وأكتر بكل كفاءة شابة ممكن تدخل تشارك في العمل. اشتركت في أكتر من فعالية ومع أكتر من مكتب من مكاتب محافظة اسكندرية، وكان في نتائج بفضل الله واقعية جدا بتحصل. حاجة يعني جميلة، حاجة مشجعة لما تكون أنت قاعد في اجتماع وتطرح فكرة بسيطة تقولها، تجد إن في استجابة ليها من الإدارة ومن القيادة، وتجد الفكرة تم تعميمها على مستوى المحافظة، وبعدين تم تعميمها على مستوى الجمهورية كلها. فبتلاقي ان انت ممكن بفكره بسيطه جدا كلامك وصل وبقى ليه اثر، بترجو منه يعني الاجر في الاخر. فحبيت ان انا اقول اوصف يعني حالتي، يمكن اخواتي وزمايلي عاشوا معانا الفتره دي. فاكر لما كنا قاعدين مع نادر في اول احداث بعد 25 يناير وبنتكلم مع بعض عن مين يجي في دايره سيدي جابر ومين يعمل، نتقابل في شقه في شارع المشير احمد اسماعيل، كان مقر الحزب ساعتها هناك، وبنبدا نحط اول اساسيات لحزب النور في الدايره وشياخات سموحه وغير سموحه وغير كده. فدي النقطه الثانيه على مستوى المشاركه في انشطه الدوله. في دلوقتي حقيقه في مجهود واضح جدا للسعي لتمكين الشباب على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة. وزارة الشباب على سبيل المثال عاملة أكثر من مبادرة لتمكين وتأهيل الشباب. مبادرة أعداد القادة شاركت فيها، كنت أنا ثالث 3 من زمايلي، أستاذ محمد محرم اللي نشكره على تنظيم المؤتمر بالشكل الهائل ده، وأخونا المهندس أحمد الشحات العقلية طبعا غني عن التعريف. كنا 3 بنشارك مندوبين عن الحزب في وسط 150 شاب من مختلف الثقافات، من مختلف الأحزاب وجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وقعدنا 5 أيام في المدينة الشبابية في أبو قير. بداية الوزارة فتحت أبوابها للمشاركة لكل الاتجاهات، فدي نقطة يجب وضعها في الاعتبار. تاني حاجة مشاركات أبناء الحزب، احنا ال3 هما الاثنين على وجه الخصوص يعني، كانت عالية جدا بفضل الله، وكانت من أفضل المشاركات اللي موجودة في الحزب. فكانوا بيقولوا لنا إيه الكفاءات دي وإيه الكوادر دي وإيه النماذج اللي أنتم مقدمينها دي، فكنا بنقول لهم لا ده احنا إيه مخابين عنكم الناس التقيلة، احنا بس جايين إيه بس ورش القفص يعني كما إيه يقولون. فشاركنا بفضل الله وتم اختيارنا لمستوى أعلى، احنا ال3 برضه بفضل الله. مثلا تم اختيار 25 واحد تقريبا من 150، كل اللي شارك من حزب النور في غرب تم اختياره للمستوى الاعلى. ويمكن مصعب يقول لنا لو في حد تاني تم اختياره على مستوى الجمهوريه، العدد هيقترب مثلا من 15 واحد على مستوى الجمهوريه كلها. فيتم التصعيد للدوره اللي بعد كده واللي بتؤهل لدوره ثالثه. دلوقتي مفتوحه الابواب لدورات تاهيل للمحليات، دورات تأهيل وتمكين للشباب للمحليات. فما بقول الكلام ده ليه يا اخوانا؟ علشان مش عايز حد يجي له احباط. الرسائل المثبطه اللي بتيجي من اعلام موجه معروف هو جاي منين ومعروف اهدافه ايه بالظبط، ما ينفعش ابدا تنال من عزيمه اي واحد من الشباب او الشابات اللي قاعدين معانا دلوقتي. لازم اوجه شكر كبير للجنه النسائيه دكتوره حنان،
دكتورة مريم وكل اخواتنا اللي مشرفينا النهارده. الصراحة شيء يفرح وشيء يبهج. المشاركة دي كلها يكاد يقترب عدد البنات من عدد الشباب، فبنقول لهم شكرا على حضوركم. أخيرا هتكلم في 5 دقايق أو أقل شوية فيما يتعلق بموضوع الشغل، حاجة عملية شوية. نتكلم كتير عن التوظيف وعن الناس ازاي يحضر CV كويس وازاي ياخد خبرات كويسة ان هو عشان خاطر يشتغل في مكان كويس ويدور على شركة مالتي ناشونال يشتغل فيها. وطبعا كان كلمة السر زمان اللي كانوا لنا بعد ما تخلص كلية خد كورسات انجليش وكمبيوتر. بغض النظر انت درست ايه ولا عرفت ايه في حياتك، هو كده انت خلصت ايه هندسه خد انجليش وكمبيوتر، انت ايه مدرس خد انجليش وكمبيوتر. كل الناس بتتكلم كده بغض النظر هو هيشتغل ايه بعد كده. ويقعد الشاب يدور على وظيفه في حته معينه ويروح يشتغل في شركه بعيده ويبقى كل همه ان هو يشتغل في مكان مميز. انا عايز الفت انتباه اخواتي النهارده لنقطه اسمها رياده الاعمال. رياده الاعمال اللي اتكلم عنها المجتمع المتطور دلوقتي ولفتوا الانتباه اليها وقالوا ليه انت تشتغل عند حد؟ يعني ليه انت كشاب يبقى كل طموحك انك تبقى شغال عند حد؟ ليه ما تخلقش انت العمل الخاص بيك، يبقى البيزنس ده بتاعك انت؟ هو احنا طبعا في مصر صاحب الشغل خاصة في القطاع الخاص بيبقى يعتبر اللي اشتغل عنده ده جديد، بيعتبره عبد من عبيده اللي ربنا سخرهم له انه ايه يشتغل عنده. فبيبقى شغال معاه مثلا هو راجل مهندس شغال معاه في المشتريات وشغال معاه في التسعير وشغال معاه في الموقع وشغال معاه في التصنيع وشغال معاه مع المهندسين يستلم. لو هو راجل مدرس يشتغل مدرس عربي وساعات يبقى فرنساوي لحد ما ايه يلاقي مدرس فرنساوي. ومثلا يقعد معاه في الاداريات في المدرسه. راجل محامي راجل بتاع المكتب يشغله كل حاجه. الراجل المحاسب يشتغل يروح يشتغل عند صاحب مكتب يديله 200 جنيه في الشهر. وممكن اصلا مكاتب محاسبه ما بتديش اصلا كمان محاسبين جداد رواتب اصلا في فتره التدريب. يقول له كويس ان انت ايه هتتدرب عندي. ليه يا عم في ايه وانت اشتريتني؟ فالشباب لازم يفكر بطريقه جديده. انت بتاخد خبره عمليه فعلا، فلا بد ان انت تستغل هذه الخبره ويبقى طموحك ان شغلك ده يبقى بتاعك انت، بدل ما تزرع في ارض غيرك لا تزرع في ارضك انت. بيتكلموا على الفرق بين الغني والفقير في كتاب مهم جدا هو صغير يعني مش كبير اسمه الاب الغني والاب الفقير. الاب الغني والاب الفقير بيقولوا ان الاب مش يعني ما يبقاش عمل حاجه كويسه لاولاده لو هو مجرد وظفه في وظيفه كويسه وبس، لا لو هو خلق له فرصه ان يبقى ليه العمل الخاص بيه بعد ما يموت، فدي بالنسبه له اغلى واغنى من اي منصب اخر او اي وظيفه تانية ممكن يكون وظف فيها ابنه. انصح الجميع ان هو يبحث عن الكتاب ويقراه لان فيه معلومات مفيده جدا. فانتبهوا يا معشر الشباب والفتيات للنقطه دي، رياده الاعمال ابحثوا عنها وشوفوها. مره تانية اختم الكلام بعدم الياس وعدم الاحباط، وان شاء الله يكون في امل كويس لهذه البلد بفضل الله وبعدين بفضل جهدكم وبذلكم وتعاونكم. بشكر اخواتنا اللي نظموا المؤتمر مره ثانيه، بشكر الساده الاعلاميين للحضور على اللي شرفونا في المؤتمر. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. فلا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فلا صوتي عشان بلدي لحزب النور.